السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوان والأخوات داخل الوطن وخارج أرض الوطن. مرحبا بالمتابعين والمتابعات، تحية لكم كبيرة، جزاكم الله خيرا، شكرا على المتابعة ديالكم. وحنا ديما باقيين مع الأخت ديالنا سعاد العزيزة الغالية، تنتمناو لها الشفاء العاجل، تتمناو لها الشفاء العاجل، تتمناو لها الشفاء العاجل أقرب وقت. ولكن الإخوان حنا كمنتقدين كأصحاب القنوات ما نسكتوش على الحق ديال سعاد الاخوان والاخوات، ما نسكتوش كما بغى يكون هذا الفرعون، اللي باغي يتعدى على هاد السيده مسكينه اللي ضربات معاه تماره وضربات الاخوان والاخوات بزاف ديال المجهودات الجباره اللي دارت على وجه هاد الكماره، على وجه هاد البوخنشه الاخوان. ولكن ما يستاهلش اخوتي العزاز. انا غادي نخليكم اللقطات ديال الشاهدين الاخوان والاخوات، مراه وراجل قالت واحد الكلمه في حق سعاد، والراجل اللي قال واحد الكلمه في حق سعاد الاخوان اللي كانوا مربين معاهم، اللي كانوا كيترباو دوك البنات تيقولوا الشهاده كما الاخوان. خليكم معاكم تسمعوا التصريحات ديال الشاهدين الاخوان والاخوات. والله يسهل عليك، والله منك شفتوش. الله يسهل عليك اخويا، الله يحفظك، الله يسهل. والله ما تمشي بالله تمشي معايا، ضربني ولا يمشي يدير في راسك. والله ما شي واحد يشهد الزور، والله ما نسمح له. اختي الكبيره مرحبا بك. بارك الله فيك. انت متبعه القصه ديال سعاد وتشوف اي انا عارفه هادشي، راني متبعاه. اختي سعاد بغينا الشهاده لله، وانا غنقول غير الحق، الله راه شاهد عليا. شكون اللي قال هذيك البنات خرجوا كاك ما خدمات عليهم، كتسمع فيهم، ما ضربت لا تماره لا والو، كتتهمنوا؟ واش هادشي صحيح ولا حقيقي؟ لا، انا سعاد كنعرفها من شحال هادي وهي كتضرب تماره على بناتها، وهي اللي كانت هازه مسؤوليه عليهم. اصلا انا كنت كنخدم في التريتور، ودائما كتلاقى معايا في الحفلات، دائما كنلقاها كتحني وهي كتخدم على وليداتها دائما. هادشي راه واش هاد السيده قال حيت قال خرجت بنتها قالت لها انت فاسده وخنتي بابا، واش هاد السيده السمعه ديالها؟ انا الصراحه الله انا راني كنخاف من الله سبحانه وما وتعالى. غندي تقليد حتى ديال شي واحد. انا ما عمري شفت عليها شي حاجه، ما عمري سمعت عليها شي حاجه. انا شهاده الحق تنقولها والله شاهد عليا. اذا هي اللي كانت تخدم على هي اللي البنيتات، كانت كتخدم على وليداتها من الصغر وهي كتخدم عليهم. انا ما الزوج ديالها كنت كنعرفو منين كان حدانا داير واحد المحل كان كيدير فيه داكشي ديال الشرابل. شكرا اختي الكبيره، والله يسهل عليك. شكرا خويا، انا الهضره الحق تنقولوها والله شاهد علينا. شكرا. السلام عليكم. كي داير اخويا؟ هذا التريتور فين كبرات اختي سعاد، فين الحومه فين كانت اختي سعاد؟ سيدي اخت سعاد اخت كريمه كنعرفوها منذ الصغر ديالها، عائله. لا بغيت حتى الحومه لا الطريق عين السماني كبرت معنا تماك. كبرت معنا خويا عبد الله غادي يشهد، بغيتك اخويا عبد الله لوجه الله والدنيا، ولا ما بغيتك لا تزيد ولا بحيث الزروالي، ولا بغيتك كلمه الحق. واش مستعد تأديها؟ الله تأديها بالله. الحمد لله والشكر ليك اخوتي العزاز. باش ما نكذبوش خويا عبد الله، هاد السيده شكون اللي كتيخدم عليك البنيتات؟ اسيدي النهار اللي عرفت سعاد كانت كتخدم، كتحنايا وكتخدم مع اختها في شي ديال التنكافات، وكبرت بناتها بلا تربيه حسنه، كانت كتهلا فيهم يعني، وقسم بالله كبير ما كنكذب عليهم يعني. هذه حق المعرفه ديال 20 انت سنه. هذيك البنيتات كبروا حداك، واش كانوا تيخرجوا مقطعين واش لا لا كانوا كيلبسوا مزيان وكانوا عايشين مزيان الصراحه. هي هذه توقع المشكل، هذا المشكل هذا، والتصريحات عليها تصريحات كاذبه، وهذاك البنات خصهم يرجعوا للصواب ديالهم، وهذاك الام ديالهم وهذاك الاب ديالهم ويقولوا حق البنت خرجت قال لك بابا ماما تتفسد على بابا. واش السيده فاسده؟ لا 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 حاشا لله، ويتمثل انسانه طيبه، انسانه خلوقه، انسانه محتشمه بزاف يعني، كتأدي المهمه ديالها على حق المعرفه ديالي. انا والله ما نكذب عليك ولا نقول لك هذا الصواب. بنت عائله كنعرفوها من الصغر ديالنا، كبرت معنا، عشنا معاهم، شاركين معاهم الطعام، وهذوك البنات براسهم الا بغاو يرجعوا الصواب ديالهم بغا يقولوا الحق، لان شوف كلشي دايم، لان شوف لان الدنيا راه ما دايماش، وهذوك الوليدات خصهم يراعوا ديك الام وشحال كبرتها وشحال عطاتها وشحال يعني. ما فهمتش انا الشي بعينيك، ما فهمتش انا التصريحات. الشي بعينيك، هادشي اللي كيقولوا اخبار زائفه. كانت مسكينه تضرب تماره، لا ليل ونهار يعني كتدخل يعني النهار كله هي كتغامر عليهم وتحني، ودارت لهم الدويره وعيشتهم مزيان عيشه كريمه يعني. هادشي هذا اللي كنسمع دابا راه ما كاينش. شكرا خويا عبد الله، بارك الله يكرمكم. تبارك الله عليكم. نتوما الاخوان والاخوات شفتوا التصريحات ديال الناس؟ واش هاد الناس تيكذبوا؟ كاع هاد الناس كلهم غادي يكذبوا على سعاد؟ هاد الناس راه ترباو مع سعاد، هاد الناس راه ترباو مع هادوك العاقات اللي عارفين الاخوان والاخوات اللي خرجوا رجلهم شواري كبروا وداروا الجناح. ولكن الجناح ديالكم العاقات راه ما يطيروش برحمه الله سبحانه وتعالى. وسمعنا واحد الخبر تيفرح
غادي يفرح الناس ان شاء الله باذن الله، يفرح هاد المنتقدين على اخبار على مفرقع ساعتك قربات، مفرقع ساعتك قربات. ما تفرحش بزاف. قالك لي تيفرح بزاف تيندم بزاف. هي ديالك ابو كريشه، ساعتك راه قربات. سمعنا واحد الخبر ولكن ما نعطيوكش راس الخيط. حنا ما نعطيوش راس الخيط للكوانب اللي كان بو تيبقى ديما كان بو. حنا مازالين معاكم اخوتي العزاز هنا باش نوريوكم الاخوان الحنان ديال الام. شوفوا الحنان ديال الام مسكينه مين سعاد. قالت واحد الكلام بكات المغاربه، قالت واحد الكلام اخوتي العزاز بكات المغاربه. قالت كون مرضت انا وما تمرض ليا سعاد اللي كانت معايا مسكينه ديما مكسياني، ديما مسارياني، ديما ما خاصني حتى خير مع سعاد. لا هي لا سميره حتى هي بنت الناس، ولا ايوب اللي جاتو غيره، اللي جاتو الغيره على الاخت ديالو، راه حتى هو راه اختو هذيك الاخوان والاخوات. ولكن بقات فينا الام ديال سعاد، امي ميلود مسكينه وبا ميلود اللي مساكن اللي هاد المفرقع تيسب فيهم وتيعايرهم. واش هذا ما يوقفش على حدو؟ واش هذا ما يوقفش؟ ولكن واحد الحاجه قالتها امي ميلوده مسكينه امين سعاد، قالت كون مرضت انا وما تمرض لياش سعاد. وقفي يا سعاد على رجيلاتك يا سعاد، راكي حطمتيني اللي قالت مسكينه. وتحيه لكم، بقاو مع سعاد مسكينه، الله يشافيها والله يعافيها، الله يقعد وسالتها حالتها خطيره بزاف، ما تتفرحش بالخير اخوتي العزاز. تحيه لكم كبيره. غادي نهزهم نديهم معايا باش ما ننساهمش حتى هما، حيت ربما هادو يحتاجوهم. يعني الا كانوا غيطلبوا لي نفس التحاليل ولا هذا بعد هادو يعني صوبتهم بلا ما عاد نولي نصوب حاجه واحده اخرى. و هزيت لسعاد شي حوايج من عندي. سعاد ما كلبش انا وياه قد ولكن هزيت لها شي حاجه من عندي اللي ربما تجي قدها. هادشي اللي كاين البنات. دابا انا غادي نجلس غادي نتسنى، ماشي انا اللي غادي ندي سعاد، ماشي انا اللي غادي نوصلها. راكم عارفين يعني هاد الحاله ديال سعاد ما يمكنش نهزها في طوموبيلتي نوصلها. انا لو كان جات عليا غنوصلها على ظهري ما عنديش مشكل، ولكن الحاله ديالها ما يمكنش نديها في الطوموبيل ديالي، ولا يعني ضروري تمشي في لومبيلونس. يعني لومبيلونس غادي تجي وتوصلها حتى شي حاجه ما تعز عليها. ملي كيكون الانسان كيعاني من شي حاجه اللي خفيفه ماشي مشكل، واخا نهزو في الطوموبيل نوصلوه. ولكن الحاله ديال سعاد جوج حوايج ما نقدرش نوصلها بالطوموبيل. اول حاجه الله يسر وهليج على اختي والهليج على حتى شي واحد. الله يسر تزيد الحاله سوء ولا شي حاجه او توقع شي حاجه لا قدر الله، يعني اي واحد كيتسنى يقبض فيا. وثاني حاجه البنات عاوتاني على ود سعاد الحاله ديالها ضروري خص لومبيلونس كيكون فيها الاكسجين. المهم فيها داك الاسعافات الاوليه، وخصوصا انا قلت لكم يعني الراس راه ماشي سهله، ما هي معيده ما هي، يعني ضروري لومبيلونس البنات. بالنسبه كنجمع حوايجي هكا ولا شي وثيقه ما عرفاش راسي واش غنجلس نهار ولا يومين ولا شهر غنجلس ما عرفاش. والنيت ساره الله يرحمها الوالدين انا غنمشي حدا اختي في لومبيلونس وساره سبعنا بالطوموبيل. ايوا الحمد لله. ربما لومبيلونس غادي توصلنا وغادي نبغي نتسخى ولا نبغي نشوف شي حوايج ولا نبغي بزاف الحوايج بعد نلقاو الطوموبيل حدايا نتحرك بها نقضي غراضي دغيا. وحتى النيت يا ربي الا كان ربي سخر نرجعوا في الطوموبيل ان شاء الله يا ربي. ما تنساوش سعاد من الدعاء ديالكم، الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بالخير والله لا يحرمنا من الدعوات ديالكم. انا عرفتي ما نقولكمش كي وليت حالتي، ولكن ماشي خساره في اختي، ما نقولكمش الناس مابقاش كيديني. اللهم لك الحمد، الحمد لله اللهم لك الحمد. ما بغيتش نشدو الطريق بالنهار حتى تبدا الشمسه كتبان، ولا قلت دابا هاد الوقيته هادي دابا راه الربعه، هاد الوقيته ديال الصباح صافي يعني ما بيناتنا وبين الرباط ساعتين ونص ساعتين، يعني نوصلوا في حال مبرد ان شاء الله يا ربي. ما هكا تيطلع النهار والاخر ما مزيان ما عرفتش ما يعني قلت هكا نمشيو هكا في الحال بارد حسن لينا.
ارسو راه ما ستيوش عليا، راه قلت الناس، راه نتوما شوفوا غير عينيا كيعطيوكم الخبر، قلت الناس والافكار الافكار شنو غيقولوا شنو. الحمد لله يعني هنا الطبيب اللي شافها كان قال لنا نديوها واحد البروفيسور يعني زوين وشكروا لينا بزاف، فهداك الشيء علاش غادي نمشيو حتى للرباط ولا لا يخيبنا يا ربي، ولا يردها بصحه جديده، واللي مريض كامل الله يعطيه صحه جديده، لا يجعل شي حد يشوف ما شفناه هذا 4 ايام. مالي لومبيلونس جاو غادي نحل عليهم الباب. اللهم لك الحمد، الله يدينا على خير يا ربي. سعاد صافي حيت ما غاديش تتحرك ولا شي حاجه، ماشي جهه واحد الجهه ما كتحرك لهاش ديال الاخر. صافي خص الدور على ظهر، واخا دور على دار ماشي مشكل، يدور على دار ماشي مشكله. المهم الله يشافيها ودعواتكم كاملين معانا مشاهدين، الله يجازيكم الله خير. محتاجاكم سعاد في هذا الوقت اكثر من اي وقت واحد اخر داز. اللهم لك الحمد، الحمد لله. هادشي راه يقدر يكتب على اي واحد. اللهم لك الحمد، الحمد لله. اللهم لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله. المهم ما قديناش نديوها، راكم عارفين امي مريضه او عارفين الطريق وما يمكنناش نديوها، غنشد انا وسعاد الطريق ديما. اش غنقول لك بنتي؟ الله يشافيها، الله يشافيك بنتي، الله يشافيك بنتي، الله يشافيك بنتي، الله يشافيك بنتي. ما قديت لك بنتي بقدره، ما قديت لك بنتي بقدره. الا باقي رزق بلادك فيه رزقنا فيه. اللهم لك الحمد، الحمد لله. اللهم لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أماه، لو كان عمرك بيدي لمددته، ولكنه بيد ربي، فهل يكفيك حبي؟ الأم هي الحب الثابت الذي لا يتغير. كل من حولك يتغير إلا أمه، كل من حولك يهجرونك إلا أمه، كل من حولك في المحنة يتركوك إلا أمك. أمك التي لا يشبهها في الوجود أحد، أمك التي خلقت مرة ولا تعاد، أمك التي خلقت مرة ولا تعاد. كم سهرت لترتاح، وكم تعبت لأجل أن تنام وترتاح. أفلا تذكر يوم كنت تنام بلا غطاء فتستيقظ على غطاء؟ أولا تذكر يوم أن كنت تستيقظ في الصباح فتجد الطعام بجوارك؟ من كان يجهزه؟ قل لي بربك من كان يجهزه؟ أوما تذكر يوم أن كنت طفلا في المدرسة تيقظك في الصباح قد استيقظت منذ الفجر حتى لا يفوتها النوم حتى تيقظك، ثم تلبسك الملابس، ثم تغادر فلا تتركك، لا تتركك، تظل ترقب على حافة الباب حتى تصل إلى آخر الشارع وتذهب، فلا تعرف النوم بعدها إلا إذا عبرت الشارع. أنسيت هذا كله؟ أنسيت هذا كله؟ أماه، خذي من صحتي ولا تمرضي، خذي من راحتي ولا تتعبي، خذي من بسمتي ولا تبكي، خذي من فرحتي ولا تحزني. الأم أيها الكرام،
التي وصى عليها رب السماوات والأراضين. ماذا يفعل الشباب اليوم بأمهاتهم؟ ماذا يفعل الرجال اليوم بأمهاتهم؟ بل بعض الشباب لا يرى أمه إلا في المناسبات، يضع رأسه ووجهه إما في التلفاز وإما في هاتفه. والله بعضنا بل إن لم يكن معظمنا يرى شاشة هاتفه أكثر مما يرى أمه. يقلب الصفحات على الإنترنت أكثر مما يقلب الذكريات والبسمات بجوار أمه. بل بعضنا ينظر إلى الناس وإلى الأصدقاء وإلى الأصحاب، يبتسم في وجوه الناس وزملاء العمل، ولا يعرف أمه إلا إذا عاد إلى البيت يرد عليه السلام، ثم بعد ذلك لا يكلمها. كان كيقول غير شوف سمعت الحالات سمعتي كانت كتهضر وتغوت في الفيديوهات وفي اللايفات، حتى واحد ما كان كيتوقع